عندها 8 عيال، منهم 5 مش عيالها اتبنتهم، وكلهم واحد عندها وما بتفرقش بين حد والتاني، وتعشق الأكلات والوصفات من صغرها، ودلعت البطاطس وعملت منها بيتزا، ودلعت القرنبيط وعملت منه بشاميل. حكاية الشيف سلوى عبده إزاي اتشهرت، وإيه قصة عيالها، وإزاي اتبنت 5 تربيهم، وإزاي عملت أكلة بديلة للحمة ب10 جنيه بس، وإزاي بتدلع أكلاتها وبتعمل منهم اختراعات بتقلب بيها السوشيال ميديا. مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. بقالها أكتر من 4 سنين على السوشيال ميديا، ومفيش وصفة بتعملها إلا لما تطلع ترند، وربنا كرمها من وسع لأنها بنت أصول وجدعة، وكل اللي بيجي لها فهو رزق لعيالها وأولادها اللي بتربيهم بتبني. كلامنا هنا عن الأم والشيف والست سلوى عبده، أم قلب كبير قوي واللي متابعينها من كل حتة في مصر والعالم كله، وبيستنوا حلقاتها بفارغ الصبر من كتر ما هي حرفيا بتبدع في وصفاتها. سلوى بتسرب لمتابعينها أسرار المطبخ وأكلات المطاعم الكبيرة، واللي بتعملها في البيت بسعر أقل النص. قدرت في فترة قصيرة تحقق ملايين المشاهدات، ومتابعينها على الفيسبوك عدوا نص مليون، وفي فيديوهات كتير بتعدي المليون مشاهدة. بتدلع أكلاتها ووصفاتها، ومش بتسيب أكلة في حالها إلا لما تحط تاتش بتاعها ونفسها يكون فيها، وتقول أسرار الأكلة كلها من أولها لآخرها. دلعت البطاطس وعملت بيتزا وجبنة موتزاريلا، ومش بس كده، دي عملت وصفة للقرنبيط حببت الأطفال والكبار فيها، وخلتهم ما يحسوش خالص إنه قرنبيط، لأن في عيال كتير مش بتحبه. فيا ترى عملته إزاي؟ سلقت القرنبيط وعملت على جنب بصل وطماطم وفلفل ألوان، ولو في إمكانية تحطوا لحمة مفرومة، حتى لو معلقة، وعلى الوش طبقة موتزاريلا وبشاميل كمان، وطلعت ولا أروع ومش هيبان هي إيه. وعملت كمان القراقيش بتاعت الزمن الجميل وبالسمنة البلدي على أصولها، وفي صواني صاج، وعيشتهم أجواء ريفية من الدرجة الأولى، وريحته من شكله تحفة تحسها دخلت مناخيرنا. وعلشان تحبب الأولاد في الكوسة عملتها بكذا نوع، والنص كيلو لحمة مفرومة عملت صنفين منها. فيا ترى عملتها إزاي برضو؟ عملت كوسة بشاميل وصينية كوسة باللحمة المفرومة في الفرن، وكأنه شبه الطاجن بالظبط. ومش بس كده، سلوى بتعشق الأكلات الاقتصادية، وعملت أكلة كلها بروتين ب10 جنيه من غير لحمة ولا فراخ، بس قيمتها الغذائية زيها زي اللحمة، واسمها الكزبرية، وكانت عبارة عن فول مدشوش وصلصة وطشة كزبرة على الوش. وقدرت توفر ثمن البقسماط اللي بنشتريه من بره من الفرن، وعملت 2 كيلو بقسماط ب 25 جنيه بس، وكان عبارة عن دقيق وزيت وخميرة وسكر وسمسم. وعلشان توفر ثمن الدونتس من بره عملت بثمن واحدة وليمة نص كيلو، وكانت عبارة عن صواني على صواني بالشوكولاتة والسادة. وعلشان تسهل على ست البيت بدل ما تصحى تعمل اللانش بوكس عملت اختراع من الفينو. يا ترى برضه عملت ايه؟ اخترعت الفينو محشي سوسيس او اي حشو انت عايزه او بتحبه، وعملت كمان من غير فرن ولا بيض العيش الشامي، ووصفه سهله جدا ومكوناتها عباره عن دقيق وزيت وخميره، وحطيته على طاسه من فوق لحد ما نفخ وبقى عيش، وتشيله وشكله كان مغري جدا. وعملت الشيف سلوى بديل اللحمه، واللي كانت عباره عن فتة الفول النابت بالعيش المتحمص والخضار، وشكلها احلى من الطاجن اللي بنجيبه من بره، وفي نفس الوقت فوائده كتيره جدا. وعملت من غير خميره ومن غير ريحه الكحك، عملت احلى كحك العيد، وعباره عن دقيق وسمنه وسكر ورشه ملح ولبن او رايب، واهم حاجه اللي بتعمله تبسه كويس علشان يطلع طري وهايش مش ناشف. واللي ما تعرفوش عن الشيف سلوى، فهي ست اصيله وست ب100 راجل، وبتربي 8 عيال في بيت واحد. بكل بساطه حصلت ظروف لاخوها ومراته ورحلت وسابت ابنه. بكل بساطه حصلت ظروف لاخوها، مراته رحلت وسابت ابنه، وهو مرتاحش غير مع عمته اللي هي سلوى، واخدته وربته. وبرده من كام سنه حصلت ظروف لاختها وجالها الكانسر، وسابتهم ومشيت، وهي ضمتهم ليها وللعيله وكبرتهم وعايشه ليهم. وعلشان كده ربنا كرمها علشان نيتها، وعلشان عيالها هي بتعاملهم كانها عيالها وما بتفرقش بينهم خالص. قدرت سلوى في فتره قصيره تتشهر، وكمان بقت مذيعه برنامج سكر هانم على قناه الحدث اليوم، وشيف في برنامج مطبخ لايف على قناه نايل لايف، وحققت نجاح كبير جدا فيهم. وده غير ان في بدايتها طلعت على قناه الحياه كضيفه في برنامج، وكانت بتطبخ بيتزا البطاطس، والكل انبهر بطريقتها، وساعتها اخترعت مقوله بدلع البطاطس. يا ترى انت او انتي من متابعي الشيف سلوى ولا لا؟ وبتعجبك وصفاتها ولا لا؟ شاركونا في تعليقات.